السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير على أحلى مشاهدين ليا في الدنيا. أنا النهاردة عندي عزومة بسم الله ما شاء الله، فقلت أما أشارككم معايا العزومة دي. أول حاجة أنا عملتها الجلاش. طبعا انتوا ناس شاطرة وشطورة بسم الله ما شاء الله عليكم، ستات البيوت بتاعتنا المصريين العسل. طبعا عارفين احنا بنعمل ازاي صينية الجلاشة. الجلاش بتاعنا اللي هو باللحمة المفرومة المعصجة. خلاص بنعمل الجلاش، نفرد الجلاش ونحط سمنة، نفرد نص الجلاش. أنا جايب نص كيلو. وبعد كده بكون معصجه اللحمه احطها، والنص التاني الجلاش اهو بقطعه. ولما نيجي نسويه بحط لبن على بيضه وملح وفلفل اسمر، كوبايه واحده ماشي، ونقوم صبنا عليها حاطينها في الفرن. وهوريها لكم بعد كده بعد ما تسوي هيبقى شكلها ايه. اما التانية بسم الله ما شاء الله، جبت معايا فرختين زي ما انتم شايفين اهو، حطاهم في اكياس حراري، حطيتهم في التتبيله بتاعتهم. ايه التتبيله يا جماعه؟ جبت بصلتين، طماطمتين، قرنين فلفل، وحطيت ضربتهم في الكبه. وبعد كده حطيت عليهم صلصه بيور، وحطيت بقى زيت وملح وكمون وفلفل وبهارات الفراخ وكل دوت، ورحت ضربهم في بعض، ورحت حطاهم في حشيه الفراخ كلها، ورحت حطاها في كاس الحراري. وزي ما انتم شايفين لما نيجي بردك نسويها اوريكم يبقى شكلها ايه. بعد كده عملنا الكوبيبه الصينيه. ايه الكوبيبه الصينيه دي يا جماعه؟ دي عباره عن لحمه مفرومه، جبت نص كيلو لحمه مفرومه، عليه نص كيلو برغل نقعته، وبعد كده حطيتهم على بعض، ورحت جايبه الكبه بتاعتي وحطيت في قلب العجينه ديت اللحمه المفرومه والبرغل، حطيت معلقه سمنه بلدي، وحطيت جميع التوابل بتاعتنا، ورحت ضرباهم في الكبه لما بقوا عجينه. وبعد كده رحت مكوراهم، ورحت كنت معصجه لحمه، رحت حشيها باللحمه المتعصجه. ولو عندك سنيبر او سوداني ممكن تحطي بردك مع اللحمه المعصجه. وبعد كده قفلتها زي ما انتم شايفين اهو. ولما نيجي بردك نعملها ان شاء الله قبل الفطار هوريها لكم هيبقى شكلها ايه. واستنوني لما نكمل بقيه الوجبات بتاعتنا.